هل عمرك كتبتي يومياتك وحسيتي بعدها براحة غريبة كده؟ الكتابة مش مجرد هواية، دي طريقة نسمع بيها نفسنا بوضوح. بس علشان تستفادي فعلا لازم تختاري نوع الجورنال اللي يناسبك. في الفيديو ده هنعرف مع بعض ايه هي انواع الجورنال وازاي كل نوع ليه فايدة مختلفة، وهنختم بخطوات بسيطة تبدأي منها اول صفحة في الجورنال الجديد. اهلا بيكي في المساحة اللي معمولة عشانك، اهلا بيكي في قناة بي ديفا. نبدأ الجزء الأول وهو أنواع الجورنال الأساسية. واحد، اليوميات. ده النوع الكلاسيكي اللي بنكتب فيه عن يومنا، ايه حصل، احنا حاسين بايه، ايه اللي خلانا نضحك أو نزعل. الفايدة منه انه بيساعدنا نفهم نفسنا أكتر ونفرغ المشاعر بدل ما تتراكم جوانا. كمان بيزود وعيك بنفسك وبيخليك تشوفي التغيير اللي بيحصل مع الوقت. اتنين، جورنال الامتنان. بتكتبي فيه كل يوم 3 حاجات بسيطة انت ممتنة ليها، يعني اي حاجة بسيطة، حتى لو كوباية شاي دافي او كلمة حلوة من صديقة. بتكتبيها. الفايدة منه بيغير طريقة تفكيرك وبيخليك تركزي على الحاجات الحلوة بدل الحاجات السلبية. كمان الدراسة بتأكد ان الناس اللي بيمارسوا الامتنان بيكونوا اهدى واكتر رضا عن حياتهم. 3، جورنال الأهداف. وفيه بقى بتكتبي أهدافك سواء قصيرة أو طويلة المدى، وبتسجلي كل خطوة بتعمليها والتقدم اللي بتحققيه. الفايدة منه بيساعدك تبني خطة واضحة لحياتك وبيخليك تلتزمي أكتر لأنك شايفة خطواتك قدامك مكتوبة. 4، جورنال التطوير الذاتي. ده جورنال الأسئلة العميقة، كل صفحة فيها سؤال بيخليك تفكري في نفسك، ايه اللي بيسعدني فعلا، ايه القيم اللي بتوجه قراراتي. الفايدة بتاعته بيساعدك تكتشفي شخصيتك وتتعرفي على نفسك من منظور أعمق. 5، جورنال الإبداع. مش بس كتابة، ممكن ترسمي، تلوني، تلزقي صور أو اقتباسات بتحبيها. الفايدة منه بيشجع الخيال وبيريح ذهنك من الضغط، كمان بيخليك تعبري عن نفسك بطريقتك الخاصة من غير قواعد. 6، جورنال الصحة النفسية. بتكتبي في أفكارك ومشاعرك وقت التوتر أو القلق، وبتسجلي المواقف اللي بتأثر فيك وإزاي بتتعاملي معاها. الفايدة بيساعدك تفهمي أنماط تفكيرك وبيخلي عندك وعي بمصادر الضغط علشان تتعاملي معاها بهدوء. نيجي بقى للجزء التاني في الفيديو بتاعنا، ازاي تبدأي جورنال. 1، اختاري النوع المناسب ليكي. اسألي نفسك أنا بكتب ليه، هل عشان أفرغ مشاعري ولا عشان أحقق أهدافي ولا عشان أراقب تقدمي. النية هي اللي بتحدد النوع الأنسب، وأنا لو مكانك وعندي دفتر واحد هقسمه لأكتر من نوع وهكتب فيه أكتر من نوع. اختاري الشكل اللي يناسبك، مش شرط دفتر فخم، ممكن كراسة بسيطة أو أجندة، أي حاجة تكتبي فيها، المهم تلتزمي بالكتابة. 3، ابدأي بخطوات صغيرة، ما تكتبيش كتير في الأول، ابدأي بسطر أو 2 كل يوم. المداومة أهم كتير من الكمال. اعملي طقوس بسيطة للكتابة، كوباية قهوة، موسيقى هادية، ركن مريح في البيت، خليها لحظة خاصة بيكي. 5، ما تحكميش على نفسك، اكتبي بحرية من غير تنميق ولا خوف. الجورنال مش معمول عشان حد يقرأ غيرك. خلاصة الكلام ان الكتابة في الجورنال مش بس تدوين، دي طريقة للتنفس، كل نوع بيقربك خطوة من نفسك وبيخلي حياتك أوضح وأهدى. جربي نوع واحد النهاردة واكتبي أول جملة من رحلة اكتشافك الحقيقي. ولو الفيديو ده فادك او حسيتي انه لمسك اعملي لايك وشاركيه مع اي حد محتاج بداية جديدة، وافتكري دايما ان كل صفحة بتكتبيها هي خطوة ناحية حياة بتشبهيها فعلا. استنيني في فيديو جاي من بي ديفا.